يلا نجدد في وصفاتنا ونعمل احلى خرشوف مع اللحمة المفرومة والصوص. الطعم حكاية والطريقة ولا اسهل من كده. اول حاجة في وصفتنا النهاردة هنسلق الخرشوف في مية فيها ملح وشرايح ليمون، واستخدمت الخرشوف المجمد ده، طلع نتيجته حلوة جدا. هسلقه لحد ما يبقى نص سوا، وبعد كده هطلعه واسيبه يهدى تماما وينشف من المية بتاعته. وطبعا المية دي مش هنرميها، هنسيبها على جنب عشان هنعمل فيها الصوص. وفي معلقة زبدة او سمنة هنبدأ نشوحه لحد ما ياخد لون ذهبي كده ونطلعه. وفي نفس الطاسة هنبدأ نشوح اللحمة، البصل، وبعد كده اللحمة المفرومة والتوابل، ملح وفلفل وبابريكا وتوابل اللحمة ورشة قرفة بتديله طعم حلو قوي. وبعد ما يخلص كل ميته هضيف عليه دبس الرمان، هيديله مزازة حلوة قوي. للصوص معلقة من الثوم ومعلقتين من الدقيق وهقلبهم كويس. وبعد كده هنضيف عليهم المية اللي سلقنا فيها الخرشوف، دول حوالي كوبايتين. واكيد هنضيف البهارات، نفس البهارات اللي استخدمتها للحمة. وعصرة الليمونة هتديها مزازة حلوة قوي. هنقلب لحد ما القوام يبدأ يتقل شوية. رصينا الخرشوف في الصينية وهنبدأ ناخد الصوص بتاعنا ونحطه على الخرشوف وهندخله الفرن يكمل سوا على درجة حرارة 180. الرف وسط، هياخد حوالي نص ساعة. وطبعا هنختبر السوا الأول، وقدمته مع رز بالشعرية. أكلة خطيرة، جربوها ومتأكدة